السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه توأم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم ان شاء الله تشكيله ديال المعسلات بالنسبه اللي باقا ما صايباتهمش. نشارك معكم بطريقه خفن زربن بلا قليب بلا كثره يعني التعقيدات، ساهلين دغيا كيوجدوا وكيجيو اكثر من رائعين. يعني ما فيهمش صراحه تماره ولا تعب، كيجيو لذاذين، الشكل ديالهم كيجي رائع والمذاق لذيذ بزاف. غنشارك معكم كيف ما قلت لكم 4 ديال الشكيلات وايضا مذاقات مختلفين، فممكن دير يعني حاجه من هادو ولا ممكن ديريهم حتى كاملين. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير وما تنساوش ليا واحد اللايك او لا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله في مواقع التواصل الاجتماعي. ويلا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. غادي نذكركم بالعسل بعجاله. العسل اللي كندير 2 كيلو ديال السنيده، درت معاها 2 كيسان ديال الماء اللي هي 300 مليلتر، واحد نص ديال عصير ديال الحامضه، و6 حتى ل7 ديال المسكه الحره. كنخلط كلشي مزيان حتى كتلبس ليا ديك السنيده مزيان بداك الماء، يعني كتولي كلها فازقه. من بعد غادي نردها فوق النار، كنخلطها. نتوما شوفوا كيفاش كتولي. دابا غادي نديرها فوق النار وغادي نخليها يعني حتى كتطلع فيها الغليه. بالنسبه للنار راها متوسطه، يعني ما تكونش هادئه وما تكونش مجهده بزاف. هنا كيف ما شفتوا راني غطيت عليها وغادي نخليها حتى غنخلي داك العسل حتى كيطيب. هنا شوفوا الكشكوشه كيفاش دايره، هي الكشكوشه راها بيضه حتى تولي لنا الكشكوشه بهذا اللون، يعني ما كتبقاش بيضه، كتولي اللون ديالها بهذا الشكل. هنا راه كتبان شويه غامقه شويه، يعني كاينه الضبابه، فراه يعني كتكون اللون ديالها فاتح. مهم الكشكوشه ما تبقاش بيضه، يعني كيولي اللون ديالها غادي للاحمر. هنا كنضيف 2 كيسان ديال الماء وردوا البال مزيان لهاد المرحله هذه. يعني حاولوا ديروا شي حاجه غارقه وبعدوا وجهكم. كنكمل دوك 2 كيسان ديال الماء وكنخليهم يطلع فيهم الغليه واحد 2 ديال الدقائق، وها هو العسل ديالي واجد. انا هنا راني درت العسل اللي هو ثقيل، انني بغيتو في هاد المعسلات هاد المعسلات اللي غادي ندير كيبغيو يعني العسل يكون سخون. الا درتو سخون ودرتو خفيف راه ما غاديش يلصق ليا نهائيا في المعسلات. فإلا كنتو غديروا الشباكيه ولا كنتو غادي ديروا البريوات وداكشي ديروه اخف شويه من هكا. فإلا بان لكم مثلا داك العسل ثقيل بزاف غادي تزيدوه واحد الكاس ديال الماء غليان وردوه يغلى واحد الدقيقه. في حال ما انكم درتوا العسل وجاكم يعني خفيف كذلك بزاف، فممكن انكم تعاودوا ترجعوه فوق النار واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق يغلى مزيان صافي حتى كتحصلوا على داكشي اللي بغيتو. غير اهم حاجه ان العسل ديالكم ما خاصوش يتحرق. غندوزو هنا للمعسله الاولى. عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، سواء الرقيق سواء الغليظ، او لا ممكن تاخذوا داك المفسخ اللي بغيتو. غادي نديرو في واحد اللاطه وغادي ندخلو الفران على نار اللي هي مهيله. بالنسبه اللي عندها فران ديال الضو ديروه على 160 درجه وخليوه يعني مره بقاو تقلبوه حتى كيبان لكم يعني داك الحبات ديالو تحمروا، يعني غير يكون ذهبي من الداخل، ماشي تخليوه حتى كيغمق ليه اللون. راه غادي يعطيكم مذاق ما زوينش والعقده غادي تجيكم يعني غامقه وما زويناش. صافي كنزولو هنايا من الفران وغادي نبدا كنفسخو. خليوه غير واحد 5 ديال الدقائق يدفى شويه، ومن بعد كتبداو تفسخوه بهذا الشكل هذا. يعني كنبقى نفسخو مزيان وعاد باش بحال اللي كنفضو كنبقى نسوسو وكنحيد داك القشره ديالو حتى كنحيد ليه القشره كامله. من بعد هنايا يعني ما حيدت ليه القشره غادي نطحنو. فهنا غادي نطحنو انا عقده، يعني غادي نديرو مع شويه ديال السكر، كاس ديال السكر اللي هي 150 غرام وكيس ديال الزهر. بالنسبه للسكر ممكن تزيدوا ولا تنقصوا اللي بغيتوه هكا، يعني داك الكاس كيجي معتدل في الحلاوه. انا مازال غادي نزيدوا العسل. المهم هنا طحنته حتى غيولي عقده. ممكن طحنوه يعني اللي كطحنوا داكشي يعني على برا. من بعد هنا غادي نضيف ليه كاس ديال الزنجلان اللي هو محمر او لا السمسم. ما بغيتوش ديروا الزنجلان ولا ما كيعجبكمش ممكن تستغنوا عليه، تقدروا ديروه مطحون. انا درتو هكا باش يعطيني واحد التقرميشه وجا صراحه رائع. درت معاه واحد المعلقه صغيره ديال القرفه اللي ما كتعجبكم تحيدوها، قبيصه ديال الملحه، 2 معالق كبارين ديال الزهر او لا عفوا ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال الزهر. وغادي نخلط هذاك الشيء مزيان بهذا الشكل حتى يعني تندمج ليا داك المكونات اللي ضفت مع ديك العقده كتولي على هذا الشكل. هنايا راه العقده درتها واحد شويه مرخوفه.
يعني مني كتكون هكا شويه مرخوفه كتجي معلكه ورائعه. هنا بزاف ديال الاخوات اللي طلبوني على انني نخدم بورقه الفيلو، وان شاء الله الا بغيتو كذلك راه نخدم لكم بها حتى الملح، ما كاينش مشكل. صافي كناخذ هنايا داك اول عمليه شنو غادي ندير، يعني غادي نشدها، يعني غادي نحلها غير بشويه، لان صراحه هاد الماركه هذه كتكون شويه يعني دغيا كتقطع، فغير بشويه انا كنوريكم، يعني غير بشويه حليتها وكنبقى نرولي بالوحده وكنحط بشويه بشويه وكنحط حتى كنكمل دوك الحبات كاملين اللي عندي في الورقه. وعاد باش يعني كنغطيها، ضروري تغطيوها، راه دغيا يعني غادي تيبس ليكم وتبدا تهرس. وعاد باش كيف ما قلت لكم كنبدا كنخدم، كناخذ هنايا العقده كنشكلها على شكل حربول. نتوما كتحكموا في القياس، بغيتوا يعني داك الكاوكاو يجيكم غليظ هكايا في الداخل ديال داك السيجار فديروا واحد الحربول اللي هو غليظ، بغيتوا يجيكم هكايا رقيق فديروا كيف ما درت انا، وراه كيجي هو هذاك. كنجيب الورقه ديال الفيلو كنحلها، وكيف ما قلت لكم يعني تعاملوا معها غير بشويه لانها دغيا كتهرس. خديت الزبده، فتقريبا يعني خديت 125 غرام ديال الزبده، درت معاها واحد نص كاس ديال الزيت اللي هي 75 مليلتر ديال الزيت. دوبت ديك الزبده مزيان حتى دابت وتحيد منها داك الحليب، وضفت ليها داك الزيت. هنا دهنتها كيف ما شفتوا وتنيتها من النصف، وغادي نعاود ندهن عاوتاني واحد شويه بداك الزبده والزيت، وعاد باش غادي نضيف داك الحربول ديال الكاوكاو بهذا الشكل. بطبيعه الحال تقدروا العقده ديال الكاوكاو ممكن انكم ديروها لوز، كيبقى لكم الاختيار. صافي وغادي نبدا كرولي بهذا الشكل، يعني حاولوا ما تزيروش بزاف في نفس الوقت، ما تخليوهاش مرخوفه. صافي حتى كنوصل للاخير كنحاول نقادها مزيان. كنحيد هنا قطعت واحد شويه لان المول اللي عندي ما غاديش تجيني يعني ديك الطويله كامله. صافي من بعد ما كملتهم كاملين يعني بنفس الطريقه، مبغيتش نعاود معكم باش ما يجيش الفيديو طويل، طريقه سهله. كنبدا نقطع هنايا، ممكن تقطعوهم طوالين ممكن تقطعوهم صغار، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا هنا يعني درتهم ما بين وبين وراه خرجوا لي ما شاء الله، راه واحد الكميه راه خرجوا لي تقريبا شي 60 حبه اللي خرجوا. مهم هاد الطاوه او المول اللي عندي قسمتهم على 6 بالطول، ودرت 10 ديال الحرابل، يعني 6 في 10 هي هذيك 60. غادي ندخلهم الفران اللي كيكون سخون مزيان، سواء ديال الغاز سواء الفرن الكهربائي، ولا يعني النار كتكون مهيله لانهم كيبغيو يطيبوها على خاطرهم باش يجيوكم مقرمشين ويبقاو لكم مده طويله مقرمشين. هنايا دهنتهم بشويه ديال الزبده من الفوق وغادي ندخلهم الفران. فدرتهم هنايا على 150 درجه، خليتهم حتى طابوا على خاطرهم وخرجتهم وخليوهم حتى يبردوا. بالنسبه للمعسلات اللي كيكونوا بورقه الفيلو ما كتبغيش يعني غير تخرجوهم تسقيوهم وهما سخانين، لا كيبداو يتهرسوا. فهنا انا يعني سخنت العسل هو اللي خصو يكون سخون. هادشي باش قلت لكم يعني درتو انا شويه ثقيل باش يلاه يقبط ليا في المعسلات وهو سخون. هنايا سقيتهم مزيان بالعسل بهذا الشكل، غنخليهم واحد شويه حتى يتشربوا ومن بعد غادي نصفيهم. فهنا ممكن ديروا يعني طريقه اخرى اللي غادي نوريكم دابا، وانا صراحه كنفضل هذه كتجي احسن، يعني طريقه احسن، لانكم ملي كتسقيوهم هكا في اللاطه وكتهزوهم الا ما عرفتيش كيفاش تعاملي معاهم يقدروا يتهرسوا لكم. فهنا يعني تقدروا ديروهم في واحد الشبيكه وكتبداو تخويو عليهم هكايا العسل من الفوق بهذا الشكل هذا، وكتخليوهم تقريبا غير واحد 5 ديال الدقائق، وعاد باش كتبداو تزينوهم. فبالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار دائما، ممكن ترشوا عليهم هكا غير من الفوق شويه ديال الكاوكاو ايفيلي ولا لوز ايفيلي. فانا هنايا خديت يعني سواء الكاوكاو مهرمش او اللوز مهرمش اللي بغيتو، يعني كديروا الوجه ديالهم مزيان، كتغطسوه بحال هكا وتغطسوه حتى الجنيبات، كيجي يعني لا المنظر ولا المذاق رائع. فبصراحه انا درت اللوز مهرمش. الكاوكاو انا كيعجبني عقده من الداخل كيجي رائع، ولكن ما كيعجبنيش انني نزين به لانه من بعد يعني كيولي فيه واحد المذاق ما زوينش الا طول. فانا فضلت انني نزين باللوز مهرمش. غادي نستمر بنفس الشكل حتى نزين الحبات كاملين اللي عندي، وراه دغيا تزينوهم، يعني ما غاديش
كياخذوش منا وقت كبير. غادي ندوزو هنا الشكل الثاني اللي غادي ناخذ نص كيلو ديال اللوز، درتو كذلك في واحد اللاطه وغادي ندخلو يتحمر نفس الطريقه كيف ما حمرنا الكاوكاو. مره كنبقى نقلب حتى الحبه ديال اللوز كتبان ليا مذهبه من الداخل، يعني تولي مذهبه ما تبقاش بيضه. غادي نضيف عليهم هنا واحد 100 غرام ديال الكركاع اللي حتى هو نكونوا صهدناه واحد شويه في الفران. بالنسبه للوز انا درتو بالقشره ديالو، ممكن ديروا غير اللوز يعني تفسخوه، يعني تسلقوه تفسخوه وعاد باش تحمروا، سواء تقليوه او لا تحمروه في الفران. انا هكا كيعجبني بالقشره. فغير كيف ما قلت لكم هرمشتو، غير هو غادي نهرمشو يكون رقيق، وغادي الكركاع حتى هو غادي نهرمشو، ولكن غنخليه طريفات يكونوا باينين شويه. كناخذ هنايا واحد البول اللي غادي نوضع فيه داك اللوز من بعد ما هرمشتو كامل، غنوضع فيه كذلك دوك الكركاع، وغادي ندير هنايا واحد الكاس ديال السكر بودره اولا سكر كلاصي، معلقه صغيره ديال القرفه، واحد راس معلقه ديال المليحه، وشويه ديال المسكه الحره. كنخلط كل شيء مزيان بهذا الشكل. ومن بعد غادي نضيف واحد 4 ديال المعالق كبارين ديال الزبده مذوبه. بالنسبه لهذا اللوز يعني كيبقى هكايا مفرتت، ولكن خصو يجينا معلك. انا غادي نديرو هنايا في البقلاوه تطوانيه، ولكن يعني انا درت يعني خالفت واحد شويه، يعني ماشي درت نفس الطريقه. فكيف ما قلت لكم غادي نعلكو بهذا الشكل، وممكن انه ياخذ لكم يعني كميه كبر ديال الزبده حتى غادي يولي لنا بهذا الشكل. هذا راه معلك. وراه كناخذ هنايا الورقه ديال الفيلو كنعاود ثاني كنسرحها. وبالنسبه لديك الزبده يعني والزيت، فمثلا في كل وحده راه هزت لي اقل من 125 غرام، يعني انا راه تقريبا درت تقريبا يعني في هذا الشيء كامل احتاجيت اكثر شويه من نص كيلو ديال الزبده. خديت هنايا عاوتاني الزبده مع الزيت كيف ما قلت لكم في الاول، كندهن بالزبده مزيان، وغادي نعاود ندير تاني من فوق منها ورقه اخرى، غادي نعاود تاني نسرحها وغادي ندهنها بديك الزبده مع الزيت. وعاد باش غادي نبدا كنعمر فيها باللوز. فهنايا هما راه يعني كتعمر مزيان باللوز. انا يعني راه كتجي تقريبا واحد طبقه ديال اللوز، انا غير رشيتوه كامل الفوق. بطبيعه الحال راه جا باين. اول حاجه غادي يجينا اقتصادي، وفي نفس الوقت يعني ما غاديش تجي كتقهام بزاف. صافي كنبدا نتني، مره كندهن بديك شويه الزبده والزيت، وكنعاود نتني عاوتاني من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى، وكنعاود ثاني ندهن بشويه ديال داك الزبده والزيت. كنبقى بحال هكا وكنلاقي فيهم حتى كنوصل للوسط، يعني بحال ديك الطريقه اللي كنديرو ديال البالمي حتى غنوصل للوسط. غنعاود ثاني ندهن واحد شويه، وغادي ندير يعني حربول فوق حربول بهذا الشكل. كنضغط مزيان وعاد باش غادي نبدا كنقطعهم بشكل مائل. كنحيد دوك القريتات بطبيعه الحال حتى هما ما كيضيعوش، حتى هما غادي يعني نطيبهم. من بعد ما كنطيب داك، من بعد ما كنقطع عفوا داك الحربول كامل، كنهزو مباشره كنحطو في واحد المول هكا اللي كيكون على شكل مستطيل ولا لاطه. وصافي غادي نستمر بهذا الشكل حتى غادي نكمل ديك الكميه كامله اللي عندي. فبالنسبه يعني لهاد الكميه، يعني هاد نص كيلو اللوز عمرات ليا ديك اللاطه كامله، وفي نفس الوقت يعني بقى ليا واحد شويه اللي زينت به من الفوق اللي غتشوفوا معايا ان شاء الله من بعد. فكنعاود ثاني ناخذ ورقه الفيلو كندهنها بالزبده والزيت، وندير عليها فوقها ورقه اخرى، وكنعمر مزيان هكايا باللوز. كنرش بهذا الشكل، وعاد باش كنبدا كنلوي، كنقلوي من هنا ومن هنا حتى كنوصل للوسط، كندير وحده على وحده. وبالنسبه يعني الفران نفس الطريقه كيف ما درت، كيف ما طيبت دوك الاولين غادي نعاود نطيب هادو المعسلات يعني كاملين. بصفه عامه ملي كنبغيو نطيبوهم في الفران كتكون النار اللي هي مهيله بزاف باش كيطيبوا على خاطرهم كيدخلهم الطياب من الداخل وكيجيونا مقرمشين وكيبقاو يعني مده طويله مقرمشين. كنعاود نقطعها بنفس الطريقه وغادي نعاود نهزها ونحطها في اللاطه. فهنا ممكن يعني تهزوا داك الحربول وتقطعوه هكايا في اللاطه، كيبقى لكم الاختيار. من بعد غادي ندهن الوجه ديالها بالزبده مع داك الزيت، وكندخلها للفران كنخليها حتى كطيب على خاطرها. وهنا من بعد ما طابت وخرجتها من الفران، هنا كيف ما درت في الاول يعني فدرتهم في واحد الشبيكه
وغادي ندير عليها هكايا العسل من الفوق. فبالنسبه لذاك العسل يعني اللي كيطيح في داك في التحت راه بطبيعه الحال راه ما كيضيعش، فممكن انكم تعاودوا تجمعوه وتعاودوا تسخنوه وتعاودوا ديروه لمعسله اخرى. كنسقي داك البقلاوه يعني بداك العسل مزيان هكايا من الفوق. وراه كيف ما قلت لكم العسل مع عندي هكايا مع درتو خاتر، راه كي ما شاء الله يعني كيقبض في المعسلات. نتوما غتشوفوا معايا في الاخير. من بعد هنايا من الفوق انا رشيتو بداك اللوز كيف ما قلت لكم اللي بقى ليا، رشيتو هنايا مزيان هكايا وصافي. غادي نخليهم يعني حتى كيقطروا شويه من داك العسل ونديروهم في واحد البواطه اللي تكون محكمه الاغلاق. وغادي ندوز معكم هنايا لواحد الشكل الثالث اللي حتى هو كيجي رائع جدا. كناخذ هاد القوالب هادو الصغيورين، فممكن تاخذوا هادو، ممكن تاخذوا دوك الطويسات دوك الصغيورين يعني دوك المشنفين هادوك حتى هما كيجيو زوينين. كناخذ الورقه ديال خديت بعدا داك المول يعني كيف ما شفتوا، من بعد ما دهنتو مزيان بالزبده. وكناخذ هنايا ورقه الفيلو كندهنها حتى هي بالزبده والزيت، وغادي ندير عليها ورقه اخرى. فهنا ممكن انكم ديروا ما بين 3 حتى ل 4 ديال الوريقات. انا صراحه درت 4 ديال الورقات. كنعاود ثاني كندير فوقها هكايا ونعاود ثاني ندهن بالزبده ونعاود ندير فوقها وندهن بالزبده حتى كنكمل 4 ديال المره حتى هي دهنتها بالزبده والزيت. وغادي ناخذ هنايا واحد القطعه دائريه اللي تكون كبر من دوك القوالب وكنقطعهم بهذا الشكل، ومن بعد غادي نلبسهم فوق من داك المول يعني بهذه الطريقه صافي. حتى غادي نكملهم كاملين بنفس الشكل، يعني طريقه اللي هي سهله وساهلين ما كياخذوش منا وقت كبير. من بعد يعني ما غادي نكملهم غادي نخليهم على جنب وغادي ندوز باش نحضروا يعني الحشوه اللي غادي نعمروا بها. خديت هنايا اللوز درت معاه واحد المعلقه صغيره ديال النشا باش يتطحن ليا بلا ما يتعجن. طحنته مزيان حتى ولا بودره، وضروري ما نصفيوه لانه ملي كنطحنوه في الدار ضروري كيبقاو فيه شي حبيبات، فضروري ما نغربلوه. ممكن تستعملوا بودره ديال اللوز اللي كتباع الجاهزه. هنا غادي ناخذ واحد البول اللي غادي ندير فيه 3 ديال البياض ديال البيض ودرت معاه السكر بودره. غادي نطحن مزيان حتى غادي يعني داك البيض يطلع يتغير ليه اللون ديالو يولي ابيض ويطلع. ما غاديش يطلع 100% حتى يدير لنا المنقار، ولكن المهم يطلع بحال هذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف ليه هنايا داك اللوز، غنضيف ليه هنا 150 غرام ديال بودره اللوز. المقادير كلها مضبوطه ان شاء الله تلقاوها في صندوق الوصف. كنبقى نخلط بهذا الشكل وانا تنطرب حتى كتخلط ليا داك البودره مع اللوز مع البيض. هنا باش غادي ننسم، ممكن تنسموا بالقرفه تنسموا بالزهر باش ما بغيتو. هنا انا غادي ننسم بالليمون، درت 2 ديال المعالق كبار ديال القشور ديال الليمون معسلين كيعطيو مذاق رائع خصوصا لعشاق البرتقال. وغادي نضيف يعني نخلط وغادي نضيف هنايا الزبده. فدرت 20 غرام ديال الزبده اللي هي تقريبا واحد المعلقه تكون كبيره عامره. يعني عبرتها عاد ذوبتها. كنخلط كل شيء صافي حتى كينسجموا ليا. غادي نضيف عليهم 2 غرام ديال خميره الحلويات. كنخلط حتى ينسجم ليا كل شيء. من بعد درت ديك الحشوه ديالي في واحد البوش وغادي نبدا نعمر دوك الطويسات. فبالنسبه يعني لهاد الكميه اللي عطيتكم خرجت لي يعني الكميه ديال الحشوه كتعطي 24 حبه كيكونوا عامرين. بغيتوا يعني تضاعفوا الكميه بطبيعه الحال انا راني عاودت كميه اخرى، بغيتوا تضاعفوا الكميه فضاعفوا المقادير. من بعد غادي ندخلها حتى هي الفران تطيب على خاطرها العافيه مهيله حتى كتبان لكم طابت وذهبات. حاولوا ما تخليوهاش تحمر اكثر من القياس، الا تحمرات بزاف ديك الحشوه اللي لداخل راه يعني غادي تقصاح لكم. او لا ممكن انكم يعني تدخلوا الفيلو يعني طيب ليكم حتى كتقرب يعني تطيب عاد تخرجوها تعمروا يعني تعمروها هكايا بهاد العقده وتعاودوا تدخلوها، اولا بالحشوه وتعاودوا تدخلوها. هنايا خديت دوك ليوشيت اللي بقاو ليا قطعتهم رقاقين دهنتهم حتى هما بالزبده والزيت وغادي نوضعهم هكا من الفوق كتعطي واحد التزيين اللي هو زوين. في نفس الوقت كنغطيو داك الوجه، درت لهم واحد دهنه خفيفه من الفوق بالزبده والزيت وكندخلهم الفران حتى كيطيبوا. وهنايا من بعد ما طابوا كيجي هذا هو شكلهم. درتهم هنا في واحد البلاطو بطبيعه الحال يعني حتى بردوا. العسل راه كان سخون
تنديرهم مزيان هكايا في العسل، وعاد باش كنهز واحد الفورشيط وكيف ما كتشوفوا يعني كنهزهم مقلوبين بهذا الشكل باش ما كيهزوش ليا العسل بزاف ويبقى لاصق عليهم صافي. وكنهزهم كيف واحد الشبيكه باش كيتسقطروا، وراه كيجيو ما شاء الله يعني شاربين العسل، كيجيو لذاذين بزاف بزاف، خاصه الناس يعني اللي كيعجبهم هكايا مذاق ديال البرتقال راه كيجي يعني كيجيو غزالين. من بعد ما عسلتهم هنايا غادي نزينهم. ممكن تخليوهم غير هكا، انايا شديت اللوز ايفيلي من بعد ما حمرته هكا هرمشت واحد شويه بيديا، درت واحد رشيشه خفيفه. ممكن كيف ما قلت لكم تخليوهم غير هكاك راه حتى هما كيجيو زوينين. وغادي ندير لهم شويه ديال داك الورد وغادي نخليهم على جنب وندوز معكم للشكل الرابع والاخير. كناخذ ورقه ديال الفيلو حتى هي كندهنها بالزبده والزيت وغادي نتنيها بهذا الشكل، وغادي نعاود عاوتاني ندهنها بالزبده والزيت. بالنسبه للزبده يعني راه ممكن تستعملوا غير المارغرين، الزبده ديال البواطه ولا الزبده سبيسيال، ولكن بطبيعه الحال بالزبده سبيسيال او زبده العبار كيجي المذاق رائع. ممكن تخلطوا بيناتهم اللي بغيتوا. من بعد هنايا قسمتهم من النصف كيف ما شفتوا. كنجيب واحد القطيب ولا اي عود طويل هكا عندي وغادي نبدا كنلوي حتى كنقرب نوصل للاخر وكنتنيها. انا غادي نعاود معكم واحده اخرى. كناخذ داك القطيب، المهم هذا الشكل راه مألوف يعني معروف، انا غير عاودته معكم. كناخذ داك القطيب وكنبقى نلوي بهذا الشكل حتى كيبقى لي تقريبا واحد اقل من سنتيم. كنخليه يعني هذاك ما كنلويش، وكنعاود نجيب داك القنيت كنلصقو مع القنيت الاخر. هذاك الشويه اللي كنخليو بحال هو اللي يعني بحال كنعمروا بها القاعده. غادي نستمر بهذا الشكل حتى نكمل كلشي. من بعد استفتهم في واحد اللاطه وكندهنهم كاملين يعني حتى هما بشويه ديال الزبده والزيت من الفوق. كندخلهم للفران على نار اللي هي مهيله حتى كيطيبوا ودخلهم ليهم الطياب من الداخل. من بعد كنسقيهم بالعسل، خليوهم طبيعه الحال حتى يبردوا، سقيوهم بالعسل اللي هي سخونه وكخليتهم يعني هكاك. واخا كتشوفوهم عامرين بالعسل راه داك العسل كيهبط، راه ما كيبقاش لاصق فيهم. غادي نخليهم على جنب حتى كيتشربوا داك العسل مزيان. ندوز نحضر الحشوه. عندي هنايا تقريبا واحد 200 غرام مخلطه ما بين اللوز، بيستاش، اكاجو، نوازيت، شنو ما بغيتو. خديت 4 ديال المعالق كبارين ديال العسل، غليتهم فوق يعني درتهم فوق البوطه حتى غطلعوا الغليه كيف ما شفتوا. داك الكشكوشه حيدته وعاد باش ضفت عليه دوك المكسرات خلطت مزيان وغادي نبدا كنعمر. هنا تقدروا يعني تضيفوا اي منسمات نتوما بغيتوا، يعني بغيتوا ديروا مثلا تنسموه بالليمون، تنسموه بالناطا، تنسموه بشنو ما بغيتوا. صافي كنبدا كنعمر داك الفراغات كاملين حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي، ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. وهذا هما المعسلات ديالي من بعد ما كملتهم معكم كاملين. راه ما نقولش لكم شحال كيجيو رائعين. هنايا بغيت نسمعكم التقرميشات وشحال كيجيو مقرمشين ومعلكين من الداخل. هاد السيجار ديال الكاوكاو كيجي اكثر من رائع. هنا كنوريكم يعني كيفاش كيجي، يعني كيفاش العسل باين فيه. والبقلاوه حتى هي شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، هذه لذيذه بزاف رائعه. وممكن عوض اللوز يعني تقدروا ديروا بطبيعه الحال الكاوكاو، تقدروا ديروا اي مكسرات نتوما كتفضلوا، وحتى هي راه كتجي يعني مقرمشه. وكيف ما قلت لكم عطيوهم الطياب بالخاطر باش يجيو مقرمشين حتى من الداخل. انتما كيفاش كيجيو حتى من الداخل كيف ما قلت لكم رائعين. واهم حاجه هما انهم ما تياخذوش منكم وقت بزاف نهائيا، يعني دغيا توجدوهم، خصوصا ان ورقه الفيلو يعني كتباع جاهزه. وهاد الطويسات تما ما شاء الله. هنايا صراحه يعني كان الجو شويه مظلم يعني الصوره ما خداوش حقهم، راه كيجيو غزالين. بالنسبه اخواتي لثمن البيع انا ما عمرني خدمتهم هادو يعني كوموند. انا خدمتهم يعني غير هكا ليا للدار. تستفوهم في بواطه ما بين كل طبقه وطبقه، ديروا السلوفان وديروهم في بواطه تكون محكمه الاغلاق، راه كيبقاو يعني مده طويله مقرمشين وزوينين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم راكم وينال اعجابكم. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه والتشجيع. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.